يا أصحابي يا حلوين، إزيكم؟ النهاردة هحكي لكم عن ليلى وسيف، إخوات بيحبوا بعض جدا. ليلى كانت الكبيرة وسيف كان أخوها الصغير. كانوا بيلعبوا مع بعض طول اليوم ويضحكوا ويشاركوا لعبهم. في يوم ليلى خدت لعبتها المفضلة وقعدت تلعب بيها لوحدها. سيف زعل وقال: أنا عايز ألعب معاكي. ليلى فكرت شوية وقالت: يا سيف، اللعبة دي غالية علي، بس انت كمان غالي علي أكتر. ومدت إيدها وقالت: يلا نلعب سوا. سيف فرح جدا وحضنها وقال لها: انتي أحسن أختي في الدنيا. وبعد شوية وقع سيف على الأرض وعيط. ليلى جريت بسرعة، حضنته وقالت له: ما تخافش يا سيف، أنا هنا وهساعدك تقوم. يا أصحابي، الإخوات لازم يحبوا بعض ويساعدوا بعض دايما. لو حد زعلان نسنده، لو حد محتاج مساعدة نساعده، ولو معانا حاجة حلوة نشاركها معاه. الحب بين الإخوات بيخلي البيت مليان فرحة وسعادة. أنا جدكم حكيم وبحبكم كلكم.